فأن مدير الكرة السابق يفكر في التواجد في الإعلام خلال الفترة المقبلة وأن يعود إلى الشاشة مرة أخرى كمقدم برامج. وأضاف المصدر أن النادي الأهلي يسعى إلى الحفاظ على الكوادر الكبرى والمخضرمين من أمثال سيد عبد الحفيظ من أجل الحفاظ على الجانب المضيء في الفريق والوصول إلى الكوادر الناجحة بالحفاظ عليها دائما. وترددت العديد من الأقاويل التي تشدد على أن حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي كان بيقوم بتضخيم أي أحداث خاصة بمدير الكرة من أجل إزاحته عن المشهد وتواجد وجوه جديدة غير عبد الحفيظ، ولكن لم يتم التأكد من هذه المعلومات المنتشرة من جانب وسائل الإعلام. ويسعى سيد عبد الحفيظ إلى العودة للشاشة من أجل الحديث بحرية وتقييم أداء الجميع، خاصة أنه كانت لديه تجارب سابقة مميزة في هذا الصدد بعد رحيله من المرة قبل الأخيرة من منصب مدير الكرة قبل أن يعود إليه مرة أخرى. وحصل خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين السابق على منصب سيد عبد الحفيظ وسط مخاوف من عدم إجادة وأحكام قبضته على منصب مدير الكرة مثلما كان يفعل سيد عبد الحفيظ من توازن مع اللاعبين والجهاز الإداري. وما زالت الجماهير الأهلاوية متعجبة من قرار الذي اتخذه الكابتن محمود الخطيب بالإطاحة بسيد عبد الحفيظ أمس وتواجد خالد بيبو بدلا منه في حضور لجنة التخطيط والكرة وحسام غالي. كان معكم محمد حسن من قلب الحدث. في النهاية شكرا لكم والسلام عليكم.